كلمته في هذه القضية. المشكلة الآن هي مشكلة هذه الصياغة التي نذهب إليها فيما يسمى بالعدالة الانتقالية. نعرف اليوم أن العدالة الانتقالية في تونس صارت عملية سمسرة، وصارت عملية بيع وشراء ومقايضة لرؤوس الأموال لتقديم شهادات الولاء. نعرف أن أيضا أن العدالة الانتقالية تحولت من عدالة الهدف والغاية منها هي كشف الحقيقة وتفكيك شبكات الفساد التي عانى منها التونسيين مدة طويلة إلى مجرد قضايا حق عام. ماذا عرف التونسيون الآن في نطاق ما يسمى بالعدالة الانتقالية تحت ظل هذه الحكومة عن الحقيقة التي ركبت فيها شبكات المافيا في تونس؟ الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا يوجد إلا عدالة انتقائية، عدالة انتقامية لا تكرس ولا تكشف الحقيقة. نحن ما نحتاج إليه هو كشف الحقيقة. سأعود لك. إذا أنتم ضغطتم اليوم في الشارع من أجل إطلاق سامي الفهري وحولتم قضيته إلى قضية رأي عام، كيف ستتصرفون لو الطرف الآخر حول قضية شخص من طرفه هو إلى قضية رأي عام للضغط على المؤسسة القضائية؟ ألا يجب تحصين القرارات القضائية والمؤسسة القضائية من أي ضغط؟ لا يوجد أي شخص في تونس يريد أن يحول مسألة قضائية إلى قضية رأي عام أو يسيس قضية منشورة أمام المحاكم. تعنت الحكومة بأخطائها وربما حتى بغبائها السياسي هي التي جلبت إلى نفسها هذه المصيبة مرة أخرى بأن فتحت هذه القضية للرأي العام. عندما تتصلب الحكومة وترفض تنفيذ أوامر القضاء وأوامر المحكمة التعقيب ومحكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية، فما هو دورنا نحن كحقوقيين وكمدافعين عن حقوق الإنسان إلا أن نقف ونقول هذا خط أحمر. لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تكون ذراع مسلطة على السلطة القضائية وأن ترفض تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات السلطة القضائية. المسألة بطبيعة الحال كما قلت من البداية تتجاوز مسألة اعتداء على شخص، تتجاوز مسألة احتجاز شخص. هناك نحن نعتقد في تونس اليوم أن الاستبداد عاد يطل علينا من شبابيك عديدة في المشهد السياسي اليوم، وهذا نخشاه خشية كبيرة في تونس أن يعود إلينا الاستبداد.